هاد الوقفه اللي كتشوف وقفه انذاريه اللي كنوجهوا بها رساله لجميع المسؤولين باش يتحملوا مسؤوليتهم امام هاد العمال والعاملات هاد ارباب الاسر الان 7 شهور هادي بدون اجر، وبعد واحد المجموعه ديال المراجعات لكل الجهات المسؤوله باش تحمل مسؤوليتها، ولكن للاسف ولا من مجيب. نتساءل هل نحن في دولة الحق والقانون؟ شكون هذا اللي يسمح لي في هذه البلاد يشرد عباد الله؟ شكون اللي يسمح لي في هذه البلاد ينهب ثروات ديال هذه البلاد وبدون محاسبة؟ فين هي محاسبة المفسدين؟ شكون اللي سرق اموال هاد المأجورين؟ شكون اللي كيسرق الان مثلا مستحقات الصناديق ديالهم؟ صورت هي الاولى احتجاجا على تباطؤ ديال المسؤولين باش ياخذوا هذا الملف الجديه والمسؤوليه. اليوم نقل 4 سلطات عاليا لن نسمح بحقوقنا ونستمر في النضال من اجل حقنا ومن اجل مطالبنا. حقوقي دم في عروقي ولن انساها ولو اعدموني. 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 ولن انساها ولو اعدموني. حقوقي حقوقي دم في عروقي ولو اعدموني. حقوقي حقوقي دم في عروقي ولن انساها ولو اعدموني. هز القدام هز القدام هز القدام حط القدام يا عمرها بالهم. هما يقولوا هزمونا واحنا نقولوا انتصرنا. هز القدام حط القدام يا عمرها بالهم. هما يقولوا هزمونا واحنا نقولوا انتصرنا. هز القدام حط القدام
باي باي.